السلام عليكم. مسو على الناس كويسة حبايب قلبي، بابا بيوش في كل مكان وزمان وكل بقاع الوطن العربي بتاعنا من شرقه الى غربه. معنا النهارده فيديو مختلف شويتين. طبعا كل الفيديوهات اللي بنعملها بنقول لك ازاي تبقى توب لينر كويس، ازاي تبقى ميد لينر كويس زي بيلي كده. بس النهارده بقى الجديد بقى اني مش هقول لك ازاي تبقى كويس والنصايح اللي احنا اعتدنا عليها دي، لا انا هقول لك الفرق بين الكويس والوحش. معنا النهارده فيديو الفرق بين الميد لينر الفهيم والميد لينر رجب طيوزه. لا مؤاخذه يا رجب يا طيوزه، انا عارف انت مش ميد لينر بس يعني معلش. نبدا باول حاجه الميد لينر الوحش، وعلشان نخلي الفيديو مشوق شويتين ونزود شويه سسبنس كده مش هقول لك ايه الصفه الوحشه اللي بنلاقيها في اللو ايلو على طول. هعرض لك كام بلاي كده وتقول لي انت بقى الدنيا ماشيه زي معاك. هوريك كام بلاي كده من نفس الجيم لواحد بيلعب جريفز قصاد سايلس في الميد لين، وبالمناسبه ده جولد ايلو. ده اول كليب، وده تاني كليب، ده بقى تالت كليب. تقدر بقى مستر بيلي تقول لي ايه جريفز اللي عمله غلط هنا؟ تعالى بقى يا صديقي كده نحلل اول كليب مع بعضينا، ايه اللي جريفز عمله غلط هنا ونشوف الدنيا وايه الكلام. الماتش عندنا زي ما قلت لك جريفز وسايلس. جريفز تشامبيون اي دي وسايلس اي بي، معنى كده ان جريفز الدمج بتاعه اكتر من سايلس في اول الجيم، لان كل اللي عليه انه يضرب اوتو اتاكس فقط، انما سايلس الدمج بتاعه هيجي من السكيلات بتاعته والايتمز. فكده بديهي جدا سايلس ما ينفعش يقرب من جريفز خالص، لانه لو ضربوا 2 اوتو اتاكس او 3 بالريست بتاعهم بالاي هيعمل عليه دمج محترم جدا. معنى كده في الماتش اب ده انت محتاج تلفل الاي اول حاجه في ليفل 1 علشان تعرف تضرب اوتوهات كتير بالجريفز. بس زميلنا الجولد بقى ما عملش كده في الاول، دي اول غلطه يعملها وما تعتبرش حاجه جامده كده. بس طبعا اللي بيفرق من الجولد للبلات مثلا هي التكات الصغننه دي يا صديقي. بس الغلطه بقى اللي مهمه وكبيره فشخ هنا ان سايلس عمل اي عند جريفز، فاللحظه دي المفروض كان جريفز يمسكه ويهينه، وده اللي حصل فعلا مع ان سايلس ما مسش الاي بتاعته وضرب الباسيف، الا ان ب2 اوتو اتاكس بس من جريفز عمل عليه دامج اكتر. في اللحظه دي كان ممكن جريفز يكمل عليه بالاجنايت وكان هيموته، ولو كان عمل فلاش كان جريفز يفلش وراه ويجيبه بكل سهوله. المشكله رقم 2 اللي معظم الجولد بيعملوها هو انك بتسيب كلات سهله ممكن تجيبها لانك مش واثق في التشامبيون بتاعك او ما تعرفش ان دي كلايه سهله بالنسبه لك. تعال افهمك بقى قصدي في الكليب رقم 2. سايلس معاه اي ودبليو، دول الحاجات اللي هتطلع دامج معاه، وجريفز معاه اجنايت، يعني ممكن يعمل اجنايت قبل ما سايلس يستخدم الدبليو وكده ما يعرفش يهيل وجريفز يقتله بسهوله. بس تعالى بص بقى جريفز لما سايلس دخل عليه طلع يجري من غير ما يعاقبه على اللي عمله ده، مع ان اللي عمله ده يعتبر ترول وكان سهل جدا جريفز يقتله. تالت كليب بقى يا صديقي نفس الغلطه، سايلس كان ممكن يموت هنا بس جريفز مش عارف انه يقدر يقتله فضيع كلايه سهله عليه. طب يا دهوش ازاي احل المشكله دي؟ حل المشكله دي يا صديقي يا مستر بيلي هو انك تعرف التشامبيون بتاعك كويس مش اكتر، وتعرف اللعبه ماشيه ازاي. يعني اي تشامبيون اي دي اكيد هيطلع دامج كبير فشخ من الاوتوز، والتشامبيون اي بي يعني دامج من السكيلات، معهوش سكيلات يعني معهوش دامج. سهله اهي مفيش حاجه معقده يعني. تعال بقى نشوف الميد لينر الفهيم بيعمل ايه. عندنا ماتش اب تاني كارما قصاد كيانا، مفخد مليانه طبعا. الهاي ايلو عارفين ان لو تعرف تخلي الويفه في صالحك ده احسن حاجه تقدر تعملها. هو ما عملش حاجه خطيره هنا، عمل لكيانا بوكو وعمل بوش لتاني ويف، وطول ما كيانا بتفرم تحت التاور هو قاعد يبيض عليها. تعال ناخد بصه كده بقى على الويف، هتلاقيها نفس العدد بس قريبه من تاور كيانا، وعلى حسب قاعده المينيونز ان كده الويفا هترجع له مره تانية. هو هنا ممكن يقرر هيفضل يبش برضه عليها ولا هيستنى المينيونز تجيله ويعمل فريز ويبيض على كيانا اكتر ويخليها تمس مينيونز كتيره جدا. بس هو واخد باله ان قصاده كيانا والجنجلر نوكتورن، يعني كيانا تقدر تعمل ستان ونوكتورن يخش يضرب، فقال ايه انه يختار القرار الامن انه يستني الويفا تجيله ويعمل بعديها فريز. بعد اما يعمل فريز كل اللي عليه يعمله يحاول يعمل لها بوك من غير ما يكسر الفريز ده، ولما دمها يقل هترجع البيز، وكده هتبقى هي خسرت اللين بسبب كميه المينيونز اللي هتخسرها. حط في الاعتبار ان كارما لسه ما استخدمتش اي بوشن، ده خلاه يعمل اللي احنا شايفينه ده، انه دخل تريدا بوشه شويه بس مش هتفرق معاه قوي لانه معاه بوشنز وكيانا معاهاش. طبعا كيانا طلعت تجري علشان فرق الاتش بي ده، بس لو كارما هنا فضل يجري وراه لحد ما الجنجلر ممكن نوكتور يظهر عليه ويتقتل وكل اللي عمله ده هيضيع. كيانا ظهر التاني راح يضربها وجري في نفس الاتجاه، يبقى اكيد نوكتورن عندها، فرجع وكمل الفريز بتاعه. وهو بيفريز اتفاجئ ان نوكتورن وكيانا هيعملوا جانك عليه،
وكيانا نطت عليه تفلاش تعمل استن وافتكرت انه هيوان شوت كارما، بس كيانا هنا بقى هو اللي اتاخد وان شوت. وطبعا كده تقدر تقول ان كيانا بره الجيم لابعد الحدود، لانه من اول الجيم ما خدش مينيونز كتير ومات كمان، فضيع اكس بي فشخ، والانمي اللي بيلعب قصاده هيبقى هيد بليفل او 2 كمان، يعني مستحيل يخلي كيانا تقرب من المينيونز مره تانية. سبحان الله يا صديقي، ما جريش ورا الكلايه لما كيانا دخلت عليه لحد الجنجل، بس في الاخر الكلايه هي اللي جات له على طبق من ذهب يا صديقي. اتمنى تكون فهمت حاجه يا مستر بيلي، ونشوفك في يوم كده في جيم من الجيمات الماستر ال دي ان شاء الله. تاني حاجه الميد لينر مستر بيلي بيعملها وهي انك بتفريز كتير قوي. فاكر ان الفريز هو احسن حاجه في كل الحالات، الفريز ده زي ما شفنا في ماتش بكارما تعمله كده في وقت صغير علشان تخلي اللي قدامك يعمل ريكول وحشه ويخسر اكس بي وجولد، او لو قدامك بيروم يا صديقي او قدامك تشامبيون رخم فلازم تخلي الويفا قريبه منك علشان ما تموتش زي كيانا دي مثلا. عندنا هنا كليبايه لذيذه كده فلاد قصاد ايتروكس، وايتروكس ده بيسمرف بالمناسبه. فلاد مات في الاول فايتروكس اتحمس وحب يعمل دايف للجنجلر بتاعه، بس مات وخلى فلاد يبقى هيد فشخ عنه لانه اخد كلتين. بعد شويه ايتروكس السميرف ده ما حسبش كول داون الدبليو صح بتاعه الفلاد ومات له تاني. كده فلاد بص الكلات بتجيله من غير ما يعمل اي حاجه اصلا. لو كنا هاي ايلو كنت هتلاقي فلاد ده مش مبطل يعمل وان شوت ويفضل يعمل بوك على اللي قدام وما يرحمهوش. بس تعالى بقى شوف فلاد لعب الويفا دي ازاي. عمل تريده في الاول ووقف بعيد خايف من ايتروكس، او ما اعرفش بيعمل ايه الصراحه، لكن انا عارف ان اللي المفروض يعمله انه يخش بوشه بدل ما يتريد التريده الوحشه دي. بس طبعا فلاد معاه سستين عالي جدا وهيهيل من كل ده، بس فلاد وقف بعيد وخلى ايتروكس يبش عليه براحته وعمل معاه تريده كمان. وهنا فلاد اخد شويه دامج حلوين وما طلعش اي دامج، حتى ما استخدمش الاي بتاعته لسبب غير معلوم. طبعا فلاد وقف بعيد وخايف برضه، مع ان فلاد مش تشامبيون حلو انك تفارمي بيه تحت التاور يا صديقي، وصعب وخسر التاور بتاعه كمان، مع انه كان بكل سهوله يا صديقي يقدر يبوش لانه تشامبيون بيسنو بول وجاب كلتين في الاول، فكان معاه بوش وما يخليش اللي قدامه يفارم نهائي. بس بانه يعمل بوش كان هيبقى معاه برايو طول الوقت ويقدر يتحرك يساعد تيمو في اي حته، وايتروكس مش هيعرف يعمل حاجه لانه لازم يفارم الاول. حتى هو ايتروكس بيهاين ومعهوش كلات، هو اهد في المينيونز بسبب ان فلاد زي ما قلت لك الشامبيون صعب تفارم بيه تحت التاور. تعال بقى نخش على تاني حاجه في الميد لينر الفهيم بيعملها، ودي اخر حاجه هنقولها في الفيديو بتاع النهارده. الكليبات الجايه دي من دوبا ملك السولو كيو بنفسه، فما اظنش ان في حد احسن من دوبا تتعلم منه ازاي تبقى كويس. دوبا بيلعب اوريانا ضد ليبلانك، ومع ليبلانك جانجل لي سين، طبعا الاثنين دول حلوين مع بعض فشخ. ليبلانك تقدر تظبط جانكات كتير للي سين. هنا دوبا مات في فايتاليا بينه وبين ليبلانك اوتو هاد، بس طبعا ليبلانك هتطلع دامج اكتر بسكيلاتها، ومع الاوتو دي فدوبا هنا مات وضيع الفلاش بتاعه. يعني ما فيش سيناريو اوحش من كده ممكن يحصل. عمل تي بي عادي، بس بعد شويه حصل اللي كان خايف منه، ان ليبلانك تنط عليه وتديله الستان بتاعتها ويقوم لي سين داخل مكمل، ومات فعلا مره تانية. انك تبقى بيهايند قصاد تشامبيون زي ليبلانك دي حاجه صعبه جدا، وانت بتلعب بتشامبيون مش او بي برضه تشامبيون بالانسد عادي. بس هنا دوبا هيلعب انه يعمل فرص انه يروم ويساعد تيمو احسن ما يفضل في لينه ويتعمل عليه جنكات اكتر. هنا لقى ان الويفا هتبوش على البلانك، فعمل سلو بوش عادي جدا علشان يضمن انه يبقى معاه مينيونز اكتر، فالبلانك ما تخشش تقتله بسهوله كده. دوبا استخدم الكيو والدبليو على الويفا الجديده علشان يبوش، ورغم انه بيهايند فشخ لانه بسبب المينيونز الكتير اللي معاه البلانك مش هتقدر تقتله ولا تعمل له حاجه. وبعد ما عمل بوش هو بقى معاه برايو في الميد ونزل معاه الروم في البوت لين ورجع الميد لين تاني وعمل ريكول. في الوقت ده الجانجلر بتاعه مات للبلانك، فالبلانك كده بقت متفيده جدا وهيبقى صعب التعامل معاها. بس بعد كده دوبا عمل بوش تاني وعمل فرصه انه يروم تاني ويساعد صحابه، وبالفعل عمل روم توب وجاب كلايه كمان. تعال نشوف بقى طمع لبلانك هنا عمل ايه. اوريانا جابت شات داون ومش هيمس غير كام مينيون وجاب الليد بتاعه بنفسه. اتمنى تكون استفدت يا طيوزه انت ومستر بيلي، لان دي حاجات تساعدكم فشخ في الويف مانجمنت والكلام ده كله. ونيجي بقى لسؤال الحلقه هنا. تعتقد يا مستر بيلي يا ميد لينر بتاعنا، يعني ايه اكتر نصيحه انت كميد لينر يعني جامد جدا بتتفرج على بابا بهوش تقولها للشخص المبتدئ في الميد لين؟ قولوا لي ردكم في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم بنفسي. والى اللقاء جديد في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.